ومن أحداث الموسم اللي فات لما اكتشفنا إن نور طلعت من فصيلة الشياطين، ودي كانت صدمة لا تصدق بالنسبة لوي، واللي خلانا نتأكد بقى إنها من فصيلة الشياطين لما قامت هي وأتباعها بالهجوم على مملكة البشر. وفي اللحظة الحاسمة بيتدخل وي وبيستخدم تعويذة النور المحرمة يخلص على أغلبيتهم، وبعدها بقى بيكتشف بالصدفة إن نور طلعت شيطانة. حرفيا ابننا وي ما بيستحملش وبيقع من الصدمة، لكنه بعد ما بيفوق وبيعرف إنها موجودة في السجن بيروح لها وبيعمل أغبى حاجة ممكن أي حد يعملها. للأسف وي انضم لقائمة الخرفان وقام بتحريرها، لدرجة إن هم لما عثروا عليهم اضطر وي إن هو يضرب المعلمين والأساتذة بتوعه علشان يدافع عنها. وفي النهاية قدرت نور والمعلم بتاعها إنهم يهربوا، وبناء على اللي حصل ده بيتم سجن وي. لكن بعد مرور الأيام والليالي والأسابيع بتظهر له فيروز بانتقال آني وبتخليه يستعيد قوته وبتهربه من السجن. فلو فايتك أي حاجة من الأحداث الجامدة دي ارجع شوفها في الموسم اللي فات، ما تتعبش نفسك، هتلاقيني سايب لك الحكاية كلها متجمعة يعني في فيديو واحد. بعد كده بيمشي وي وبيقول أنا محتاج أعثر على الأخ تشان، ده أكتر واحد هيقدر يساعدني لما نوصل لعالم الشياطين. وبيفضل وي بعد كده ماشي في الغابة لمدة 3 أيام كاملة، وأخيرا بيوصل لأحد القرى في طريقه وبيقابل واحد من القرية دي، فبيسأله الشخص ده وبيقول له أنت مين وبتعمل إيه هنا؟ بيقول له وي بصراحة أنا عديت من هنا بالصدفة وتعبان جدا ومعدتش قادر أمشي، فكنت عايز أشتري شوية أكل من عندكم وأشرب مية، ويا سلام لو استريح شوية في أي مكان عندكم. بيقول له الشخص ده طيب تعال معايا. بعد ما بيدخل هو وي للقرية بنعرف إن الشخص ده اسمه جيان، وبنعرف كمان إنه المصنف الأول على الجيل الصغير في القرية كلها. فبيسأله واحد من اللي بيقابلهم وبيقول له يا أخ جيان مين اللي معاك ده؟ أنت جبته منين أصلا؟ بيقول له جيان مالكش دعوة أنت بأي حاجة، روح وأخبر شيخ القرية. وبيصطحب وي بعد كده للمنزل وبيديله طعام وبياكل وي لحد ما بيشبع. بعدها بيخبط حد على جيان وبيقول له تعالى كلم الشيخ أنت والغريب اللي معاك. فبيرد جيان طيب ماشي هجيبه واجي. لكن وي قبل ما يروح بيقول له طيب بعد إذنك ممكن أغير هدومي، مش هينفع يعني أجي أقابل شيخ القرية بالهدوم دي. وفعلا وي بيغير الملابس بتاعته وبيتوجه هو وجيان لشيخ القرية. فبيسأله شيخ القرية وبيقول له أنا سمعت إنك أحضرت الشخص غريب للقرية يا جيان. بيتكلم وي بكل احترام وبيقول أهلا بكم أيها الشيوخ، أنا مريت على القرية بتاعتكم دي وكنت بدور على إقامة مؤقتة لبضعة أيام أشم فيهم نفسي، وبمجرد ما يتعافى جسدي همشي على طول. فبيتكلم حفيد شيخ القرية وبيقول خلاص يا جدو سيبه، باين عليه شخص كويس. بيكون شيخ القرية مش مستريح له وبيقول احنا مش هينفع نحكم على الكتاب من الغلاف، بس مش مشكلة خليه يقعد مع جيان يراقبه في الوقت الحالي. وانت اسمك ايه؟ لو عملت اي حاجة تضر القرية مش هسمح لك انك تمشي ابدا. بيتكلم وي مع نفسه ويقول ايه الضغط القوي اللي جاي من العجوز ده، قوته باين عليها اكبر مني بكتير. المهم بعد كده بيروح وي لبيت جيان تاني، وفي صباح اليوم التالي بيقابل واحد في القرية اسمه دو واللي بيكون بيتمرن مع جيان. فبيعجب وي بالطريقة اللي بيتمرن بيها جيان، فبيقول له دو ايوه ليه حق فعلا يعجبك يا وي، اخونا جيان ده احسن واحد في جيل الصغيرين كلهم، احنا بنتعلم منه، لازم تتعلم منه انت كمان يا وي. فجأة وهما بيتكلموا بيخرج هجوم طايش من جيان وبيكون متوجه ناحية دو، فبياخد باله وي بسرعة وبيدافع عنه. لكن الهجوم ده بيكون قوي جدا وبيكسر دفاعات وي وبيخليه يبعد في اخر الغابة، لدرجة ان وي بيقول ايه القوة الشرسة دي. بيجري عليه جيان علشان يلحقه بيقول له انت بخير يا وي؟ بيقول له وي لا ما تقلقش انا كويس، ده ايه الاحراج اللي انا فيه ده بقى، حتة هجوم مش عارف اصده. بعد كده بيرجع وي ومعاه جيان للبيت، وبعد شوية ايام من الراحة بيقول جيان لوي تقدر تتجول حوالين القرية عادي يا وي، بس اوعى تروح منطقة الشلال لانها تعتبر منطقة محظورة. فبيتكلم وي مع نفسه وبيقول في حالتي الجسدية الحالية انا لازم الاقي مكان مش موجود فيه حد علشان اقدر ارقي قوتي، بس بما ان جيال قال ان منطقة الشلال محظورة فاكيد مش هيكون موجود فيها حد هناك، فممكن اروح هناك واستثمر قوتي براحتي. وفعلا بيسوق وي الغباء وبيتوجه لمنطقة الشلال،
وبيشرب منه كده ويقول انا سمعت ان التدريب في وسط الشلال بيساعد على تركيز القوة الروحية بشكل افضل. وبيخلع وي ملابسه وبينزل للشلال وبيقف على صخرة كده وبيبدأ يحاول يطلق طاقته السحرية وبيهدأ كده ويقول في طاقة هنا لطيفة بتشعرني بالراحة الشديدة. خصائص القوة اللي هنا بتشبه طاقة السيف اللي معايا. أنا بدأت أحس إن خطوط الطول اللي في جسدي بتختفي واحدة ورا واحدة. أنا حاسس إني هنفجر حالا. وفعلا بتنفجر الطاقة بداخل وي وبيدخل في الفضاء الخاص بيه وبيلاقي حد بيكلمه وبيقول له ما توقعتش أبدا إنك هتلاقي الوريد الروحي للملك. بيستغرب وي وبيقول إيه ده أنت أيها الملك؟ بيقول له أيوة نقدر نتواصل مع بعض مرة تانية. بيقول له وي طب أنا كنت حاسس من شوية إن السيف بيلتهم هالة المعركة وقوتي السحرية. بيقول له الملك أيوة ده لأنك بدأت تستوعب قوة الملك وهتقدر تسيطر على السيف بتاعك بنجاح في المستقبل. انت مش بعيد خالص على انك تصبح ساحر عظيم. وخلي بالك انك لازم تمتص طاقة الوريد الروحي في اسرع وقت ممكن. فلما تستوعبها بقى لازم تيجي للوادي وتدور عليا. انا دلوقتي مفيش عندي ادنى شك انك هتقدر تقبل الميراث بتاعي. بيستغرب وي ويقول له يعني ايه؟ بيقول له اطمن انك تقبل الميراث بتاعي فيها شوية مخاطر لكن فرصة النجاح معاك انت عالية جدا. وفجأة بيحس بحاجة وبيقول في ناس كتير جاية ناحية هنا يا وي لازم ترجع حالا. وفعلا بيرجع وي وبيكون واقف قدام الشلال وبيظهر في رقبته شكل السيف. وفجأة بيسمع وراه حد بيقول له احنا استقبلناك بلطف يلا بس انت ما سمعتش الكلام ودخلت منطقة محظورة واضريت الشريان الروحي للنبع بتاعنا. مين يلا اللي زقك علينا؟ بيقول لهم وي ازيكم عاملين ايه؟ هي الناس دي كلها جاية عشان انا؟ وبيروح لهم ويقول انا بجد اسف كنت عايز بس ادور على مكان اتدرب فيه وجيت هنا علشان ما اقومش بازعاج اي حد. بيزعق له شيخ القرية ويقول له انت بوظت مصدر حياتنا وربنا ما هنسيبك تمشي من هنا. بيقول وي انا ما ينفعش استهين بالشيوخ دول انا لازم اهرب. لكن اول ما بيحاول يهرب بيلاقي حاجة محوطاه ومش عارف يتحرك. فبيقول له العجوز ده حاجز احنا اقمناه بهالة القتل بتاعتنا مش هتقدر تستخدم النقل الاني وتهرب. وفجأة بيلاقي وي هجوم جاي عليه منهم لكنه بيقف قدامه وبيقدر يصده. فبيقول له العجوز ايه ده الواد ده جاي لنا مستعد بقى وعارف هو عايز يعمل ايه. بيقول لهم وي استنوا بس يا جدعان افهمكم والله العظيم انا مفيش عندي اي اهداف. بيزعق له واحد تاني منهم وبيقول له شكلك كده مش هتستسلم غير لما توصل لقبرك سيبولي الواد ده انا هتعامل معاه. بيقول وي طب انا هعمل ايه في الموقف المهبب اللي انا فيه ده؟ وفجأة بيهجم عليه واحد منهم فبيعمل درع حماية ويصد الهجوم تاني. فبيقول له صدق انت طلعت ماهر جدا بس انا مش هسيبك. وبيجهز هجوم اجمد من اللي قبله علشان يخلص على وي. فاول ما وي بيشوفه بيقول الهجوم ده مش عادي الهالة القتالية دي مش اي حد بيقدر يستخدمها. وبيبدأ وي يستعد علشان يصد الهجوم القوي اللي جاي عليه ده. واول ما بيقرب منه بيخرج سيف النور. ساعتها العجوز اول ما بيشوفه ما بيصدقش وبيقدر وي ان هو يصد الهجمة بتاعته. وبسبب دفاع وي بتتشكل كورة كبيرة جدا وبيخرج منها طاقة مظلمة لدرجة انهم كلهم بيقفوا متجمعين علشان يصدوها. وبعد معاناة وانفجار كبير بتهدأ الاوضاع. فبيبص وي حواليه كده بيلاقي انهم دافعوا عنه وبيسألوا واحد منهم وهو متبهدل وبيقول له انت بخير؟ بيقول له وي ايوه انا بخير. وبيقول حد تاني لحسن الحظ ان انت وجهت الانفجار بعيد عننا احنا كنا على وشك اننا نموت كلنا. ولما وي بيبص على الشلال بيتصدم لانه اختفى وبيقول لهم الحقوا ده الشلال اختفى بسبب الهجوم. بيقول له خلاص مش مهم خلينا نرجع دلوقتي للقرية. وفي اليوم التالي بيصحى وي من النوم بيلاقي كلهم واقفين قدامه. فبيقول لهم في يا جدعان انتوا كلكم واقفين في اوضتي ليه؟ بيقول له العجوز صباح الخير يا وارث الملك. بيستغرب وي ويقول له وارث الملك؟ بيقول له العجوز ممكن بعد اذنك تقول لنا ازاي تم الاعتراف بيك من قبل الملك؟ المهم بيحكي لهم وي المغامرات بتاعته وانه لما قابل ملك النور بقى هو واصحابه وادالهم اسلحه وكده. فبيظهر له الشيخ واللي معاه الاحترام على طول وبيستغرب وي وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ بيعيط العجوز وبيقول له انتظرتك قريه الملك الخاصه بنا لاجيال لا حصر ليها واخيرا اهو انت جيت. بيستغرب وي وبيقول له قريه الملك معناه ايه الكلام ده؟ بيحكي له العجوز ويقول له بعد الحرب مع الشياطين وجد عرق الملوك المكان ده
وسكب اخر ما تبقى من قوته في النبع اللي انت اخدت طاقته، وساب المهمة للقرية الصغيرة دي. بيستغرب جدا ويسأله بيقول له مهمة ايه؟ بيقول له شيخ القرية الملك طلب مننا ان القرية دي اللي هيخرج منها وريث الملك، ولازم ما ندخرش اي مجهود علشان ندعمه. بيقول لهم واستنوا بس كده، هو الكلام ده معناه انكم هتساعدوني ان انا ادمر ملك الشياطين؟ بيقول مساعد شيخ القرية ايوه طبعا احنا هنتقاتل ضد قوى الشر لحد اخر نفس في عمرنا. بيفرح جدا وبيقول هم لما ينضموا ليا هتبقى الفرصة اكبر لينا ان احنا نكسب. بيأمروا شيخ القرية ويقولوا روح جمع لي الخمسة القدماء علشان في كلام مهم عايزين نقوله دلوقتي، وهنختار النخبة وهننطلق مع وريث الملك. وفعلا بيتجمعوا. اول ما بيشوفهم بيقول ايه ده كل دول؟ بيفهموا بيقول له دول 167 شخص تقريبا، في 5 منهم اقوياء جدا، وموجود كمان 56 فارس ضوء، والباقي مستوى فرسان السماء. بيقولوا دول اقوياء جدا. فبيسأل العجوز ويقول له انت متأكد ان انت هتاخد سكان القرية بتاعتك لرحلة بعيدة معايا؟ في العديد منهم مش هيقدر ان هو يرجع لوطنه تاني. بيقول له شيخ القرية انا قررت خلاص. بيأمرهم بقى في اللحظة دي ويقول لهم طيب يلا خلونا نمشي. وفعلا بيبدأوا بقطع المسافات وسط الغابة، وبينما هم ماشيين بيوصلوا لمدينة تانية. فبيسبق علشان يشوف المكان ده، وبيلاقي ملصق متعلق على جدار الحصن مكتوب فيه اللي في الصورة ده طالب للأكاديمية الملكية المتقدمة للسحر، واسمه لقد قام بخيانة المملكة والبشرية كلها واستسلم للشياطين، من فضلكم أي حد يعثر عليه لازم يبلغنا. طبعا أول ما بيشوف الكلام ده بيزعل جدا، وبيقول هم ليه بيعاملوني بالقسوة دي؟ فبيروح علشان يشتري قبعة ويخفي بيها وشه، وبيؤمر اللي معاه انهم يدخلوا للمدينة، لدرجة ان اللي معاه بيقولوا هو ليه لابس قبعة كده مش لايقة عليه خالص. وبينما بياكل بيجيله المساعد بتاع شيخ القرية وبيقول له هو ايه اللي حصل يا بيقول له للأسف انا ما ينفعش اخبي حاجة زي دي عليكم، الحقيقة اني كنت زمان طالب في الأكاديمية الملكية المتقدمة للسحر. وبيحكي له كل اللي حصل عن نور. فبيضحك وبيقول له ايه يا عم عادي، ده هو ده الحب، مش مشكلة يعني كلنا بشر وبنغلط. بيقول له كويس انك تفهمت حاجة زي دي، المفروض ان كلنا كائنات حية عايشة في القارة، ليه ممكن نؤذي بعضنا كده؟ بيقول له فعلا عندك حق، السلام هو اهم حاجة. بيقول له طيب انا هروح استبدل بعض الاموال كده، استناني هنا. وبيوصل فعلا عند المكان وبيدخل جوه وبيسأل وبيقول هو انتوا هنا بتشتروا الاحجار الكريمة؟ بيقول له ايوه اتفضل يا سيدي، عايز تبيع ايه؟ بيقول له معايا حجر الجمشت عالي الجودة، بيقدر انه يدعم مدفع سحري من عيار كبير وبيطلق النار لاكتر من 1000 مرة. بيتصدم الشخص ده اول ما بيشوف الحجر ده، وبيقول له ممكن بعد اذنك تقدر لي السعر بتاعه؟ بيقول له سعره تقريبا ما يقلش عن 20,000 قطعة الماس. فبيقول له خلاص قشطة ماشي اتفقنا. بيخرج يدي بعض المال للعجوز علشان يوزعهم على الجميع، وبيكملوا رحلتهم. وبيوصلوا بعد كده لمدينة تانية، لكن بيستغرب ان المدينة دي مهجورة بالطريقة دي. وبيوصلوا عند فندق كده وبيقولوا خلينا نفضل هنا الليلة. فبيستقبلوا عامل الفندق وبيقول له انتوا عددكم كام؟ بيسألوا وبيقول له قبل ما اقول لك عددنا كام، هو انتوا هنا ليه قليلين في المدينة دي؟ حرفيا كأنها مدينة مهجورة. بيقول له للأسف يا سيدي جالنا عدد كبير قوي من الوحوش مش عارفين جت منين، وقامت بمهاجمة التجار والناس اللي بتمشي، ومات العديد منهم، وما عادش غير عدد قليل جدا من التجار اللي موجودين هنا. بيخرج شيخ القرية شبه سبع البرومبا كده وبيقول له طب ممكن توصف لنا الشكل الوحوش دول؟ بيقول له من وصف التجار اللي لسه عايشين في العديد من الوحوش الكبيرة والصغيرة، عمرنا ما شفنا زيهم قبل كده، شكلهم حتى مخلوقات مش من القارة كلها. بيبدأ يستوعب وبيقول مخلوقات مش من القارة كلها ازاي يعني؟ وبيبص لشيخ القرية وبيبدأوا يستوعبوا هما الاتنين ان اللي الشخص ده بيتكلم عنهم هم الشياطين. المهم بيباتوا الليلة دي في مدينة ليما اللي هم فيها، وبيتكلم مع شيخ القرية ويقول له بقول لك خلينا بكرة الصبح نروح نلقي نظرة على المكان اللي بيقول عليه جاي منه الوحوش والشياطين دول. وفعلا في صباح اليوم التالي بيروحوا، لكن بيكون في حراس بيحرسوا المكان. فبيقول لهم الحارس انتوا رايحين فين؟ انتوا مش عارفين ان في هنا وحوش كتير بتجوب المكان؟ بيقولوا ما تقلقش احنا مجموعة مرتزقة جايين علشان نقضي على الوحوش دول. بيرد عليه ويقول له انصحكم انكم ترجعوا احسن لكم، روحوا انقذوا حياتكم احسن. فبيكلموا اللي معاه وبيقول له يا كابتن احنا لو نجحنا دي هتبقى حاجة كويسة قوي لينا. بيرجع الكابتن في كلامه وبيقول له طيب خلاص اتمنى لكم حظ سعيد ايها المحاربون الشجعان. بيفرح علشان سمح له ان هم يدخلوا. واول ما بيدخلوا عند الجبال
بيكون في هالة شكلها غريب. فأول ما بيشوفها وي بيقول اللي معاه خلوا بالكوا كويس، احنا داخلين على خطر كبير. وفجأة بيلاقي نفسه واقف قدام الهالة القوية دي، فبيتصدم وبيقول ايه ده هو نهر الدم. وبيلاقي شياطين شكلها غريب بتهجم عليه، فبيقول له شيخ القرية ده كلب الجحيم، اكيد هي دي الوحوش الشيطانية اللي استدعتها سلالة الشياطين. لازم الجميع يخلي باله لان ممكن تستخدم تعويذات شلل وتبطئنا واحنا ماشيين. وبينما هم واقفين في الوادي ده بيتحصروا ومش بيكونوا عارفين يروحوا يمين او شمال، وبتبدأ الوحوش الشيطانية دي انها تهجم عليهم. فبيقولوا ايه السحر ده هيخلي اجساد الناس اللي معايا ضعيفة جدا، وبيبدأ يستخدم تعويذة النور علشان يقتل الشياطين دول. وبيطلب من الجميع ان هم ما يظهروش اي رحمة ويتعاملوا معاهم بكل قوة. وفعلا بيبدأوا كلهم يهجموا على الشياطين. وبعد ما بيخلصوا عليهم بيقف وي كده ويتكلم مع نفسه ويقول المكان اللي انا فيه ده قريب من الوادي اللي موجود فيه بيت الاخ تشان، يا ترى هي قريته تعرضت للهجوم هي كمان؟ وبيقول للعجوز انا عايز اروح للوادي اللي جنبنا، خلينا نطير لحد هناك. وعلى طول بيتوجه وي للوادي، واللي بيلاقيه في اللحظة دي بيتعرض للهجوم وبيكون في حد عمال يقاتل. فبيقول وي اكيد اللي بيقاتل هناك ده هو الاخ تشان، فبيروح يقتل شياطين ويدافع عن اخوه تشان. طبعا تشان اول ما بيشوف وي بيفرح جدا، فوي بيقول له اخويا تشان انت هنا وحشني والله. بيقول له تشان ايه ده وي انت بتعمل ايه هنا؟ بيسأله وي ويقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له معرفش الوحوش دي جت منين، هي عماله بتهاجم اي حد بتشوفه وخلاص. مش عايز اقولك ان لولا جالنا شويه دعم من القرى اللي جنبنا ما كانش زماننا لسه عايشين لحد دلوقتي. بيقول له وي ما تقلقش في تعزيزات معايا هتوصل تساعدك كمان. بيقول له تشان طيب كويس. وفجأة بيجي حد من ورا وي وبيقول له ازيك يا وي، وبيطلع اللي بينده على وي هو صاحبه القديم دونج. فبيفرح جدا وي وبيقول له ايه ده دونج وحشني والله يلا. وبيقفوا هما التلاتة يسلموا على بعض. فجأة بيبص دونج فوق وبيقول ايه ده الوحوش الطائرة جاية تاني. بيقول له وي لا 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 دول مش وحوش طائرة، دول الاشخاص والدعم اللي جاي معايا. بيوصل شيخ القرية وبيقول في عدد كبير قوي هنا موجود من الوحوش، احنا مش هنقدر كده نقضي عليهم كلهم. بيسأل تشان وي وبيقول له مين الناس دي؟ بيقول له دول هم شيوخ قرية الملك اللي جايين معايا. بيظهر لهم تشان الاحترام وبيقول لهم تحياتي للشيوخ. بيقول له شيخ القرية طيب احنا مش عايزين نكتر في الكلام دلوقتي، هنعمل ايه مع الوحوش دي؟ بيحكي تشان وبيقول من اكتر من شهرين ظهرت الوحوش فجأة في المكان اللي جنبنا، وفي خلال نص شهر زادت الوحوش بشكل كبير جدا لدرجة ان احنا ما قدرناش ندافع عن القرية فانسحبنا لحد هنا. بيقول له ايه طيب والاخرين اللي كانوا معاك حصل لهم ايه؟ بيقول له اغلبيتهم مصابين بجروح خطيرة. بيقول له ايه طيب حس كده بقى انا متأكد ان اكيد في شخص هو اللي بيستدعي الوحوش دي، احنا لازم نلاقي المصدر ونوقف الهجمات اللي مش بتنتهي من الوحوش دي. بقول لك ايه يا تشان مفيش اي وقت نضيعه دلوقتي، انا والشيوخ هنروح ندور على المصدر. بيقول تشان طيب انا هاجي معاك ودونج هيفضل هنا علشان يحمي المكان واللي موجودين. بيقول ويل دونج طيب الموضوع متروك لك دلوقتي يا دونج. بيطمنه دونج ويقول له ما تقلقش يا عم وده احنا على قديمه يعني. بيتكلم العجوز ويقول له مصدر الوحوش دي انا متأكد انها مش بعيدة عن هنا، خلينا نطير ونشوف هو فين. بيقول ويه طب انا هسبقكم ادور على المصدر، عايزكم تحافظوا على طاقتكم لحين اي هجوم. وعلى طول بيطير ويه علشان يشوف المصدر، وفعلا بعد شوية بحث بيلاقيه. فبيتكلم مع نفسه وبيقول انا حاسس بهالة شيطانية رمادية قوية جدا جاية من الاتجاه ده، اكيد المصدر هناك. بيحصله شيخ القرية ويقول له اكتشفت المكان ولا ايه؟ بيقول له ايوه بص كده هناك الوحوش كلها جاية من الاتجاه اللي هناك ده، خلينا نتقسم كده ونحاصر التل اول ما نقرب، وانا هروح انا والقي نظرة عليه. وفعلا بينزل وي ناحية التل ده، ولما بيقرب بيقول المفروض ان يكون هو ده المكان لانهم جايين كلهم من هنا. وبعد ما بيقربوا هم كمان بيقول تشان اكيد اللي بيستدعيهم موجود في سراديب الموتى تحت هنا. بيقول له شيخ القرية ما ينفعش تدخل، الموضوع خطير جدا، احنا مش عندنا اي فكرة عن الحاجة اللي موجودة هناك. بيقول لهم ايه طيب انا هستخدم قوة السيف علشان اضربهم، خليك هنا واحميني يا اخ تشان. بيقول له تشان الموضوع ده هيبقى خطير عليك جدا. بيقول له ايه ما تقلقش طاقتي السحرية بتتعافى بسرعة كبيرة. بيقول له طيب خلي بالك من نفسك وما تعملش اي حاجة متهورة. وبيجلس وي وبيبدأ يستحضر السيف، فبتبدأ الشياطين تتجمع على المكان اللي هم موجودين فيه. بيقول العجوز ايدك معايا يا تشان، ما ينفعش نسمح لهم ان هم يقربوا من وي. في اللحظة دي بنشوف وي
وي وهو بيلقي التعويذة بتاعته، وبيخرج منه سيف النور وبينور كل المكان اللي موجودين فيه، وفي لحظة بيضرب المكان اللي بتخرج منه الوحوش والشياطين. فبيخرج من وسط الضربة دي الشخص اللي كان بيعمل كده وبيطلع يجري، فبيقول شيخ القرية اوعوا ما تسيبوهوش يهرب، وبيعمل حاجز يمنعه من الهروب، وبيقول له ما تفكرش تهرب يلا، انت مش هتقدر تخترق الحاجز بتاعي. بيكشف عن نفسه الشخص ده وبيقول ايه ده، انت من العرق الملكي، انت لسه عندك القدرة انك تيجي لهنا؟ بيسأله شيخ القرية وبيقول له انت مين ايها الشيطان؟ بيقول له انا رئيس ال8 حراس اللي تحت ملك الشياطين. بيقول له تشان انت في الفاضي يلا، انت مجرد خادم لملك الشياطين. وبيهجم عليه وبيقول له وريني بقى قوتك، فبيصدها الشيطان بكل سهولة. بيستغرب تشان لانه قدر يلغي الهجوم بتاعه بسهولة. فلما العجوز بيلاقي الوضع كده بيهجم عليه علشان ما يهربش. بيخرج الشيطان ده دم من بقه وبيستحلف لهم ويقول استنوا عليا بس، اليوم اللي هيستيقظ فيه السيد دي هتبقى نهايتكم. سيدي انا ما عدتش هعرف اخدمك بعد الان. وبيسقط الشخص ده على الارض. فبيقول وي قوة الشخص ده طاغية جدا، لو ما كانش تعرض لاصابات خطيرة باستخدام السيف بتاعي ما كناش هنقدر نتعامل معاه بسهولة كده. قوته عاملة زي ري اللي انا كنت قابلته زمان. وبعد كده بيروحوا علشان يلقوا نظرة على الشيطان ده، واول ما بيشوفوا وي بيكتشف حاجة وبيطلب من تشان ان هو يعطيله شوية من هالته القتالية. فبيسمع كلامه وبيديها له. فبيستخدم وي سحر الشفاء على جسد الشيطان ده. فبيقوله تشان انت بتعمل ايه؟ ليه بتستخدم سحر الشفاء على شيطان؟ الغريبة بقى ان جسد الشيطان ده بيتعافى. بيسأله وي ويقول له قول لي بقى انت ايه كل اللي حصل ده؟ بيبدأ الشخص ده يتكلم وبيقول له شكرا ان انت انقذتني من الظلام، انا اسمي ليستون وكنت إرلا لمملكة دارو. تقريبا إرلا دي رتبة من الرتب. بيسأله وي طب انت ايه اللي وصلك لكده؟ بيحكي ويقول في احدى الليالي من 8 سنين لما انا كنت نايم فجأة هبت عاصفة من الرياح الشبحية، اتكلم معايا صوت عميق منها وقال لي ايه هي امنيتك؟ كنت في الفترة دي في حالة نفسية سيئة جدا، علشان كده وافقت ان هو يسيطر عليا، وقال لي اني اول ما هديله روحي فهو هيبقى قادر ان هو يساعدني في تحقيق اي حاجة انا عايزها. وفعلا في غضون نص سنة وصلت لذروة القوة، وبعدها ظهر الصوت الكئيب ده مرة تانية وقال لي انا عملت كل اللي انت طلبته مني، انا عايزك تديني روحك دلوقتي. بعدها بقى لما استيقظت ما افتكرتش اي حاجة. بيقول له ايه طيب ايه المهمة اللي انت كنت بتعملها دي؟ بيقول له مهمتي اني اخرب نظام المجتمع البشري واخلق اكبر قدر ممكن من الفوضى. بيقول له ايه طب في غيرك بيعمل اللي انت بتعمله كده؟ بيقول له ايوه في 8 اما الباقيين كلهم ماتوا. بيقول له ايه طيب ملك الشياطين ده مكانه فين؟ بيرد عليه ويقول له عمري في حياتي ما شفت الوجه الحقيقي لملك الشياطين، بس اللي اعرفه ان كل الاقوياء اللي معاه من عرق الشياطين بيعملوا مؤامرة دلوقتي علشان يسيطروا على امبراطورية الشيطان. بيستغرب ويو بيقول ازاي يعني؟ هيستفادوا ايه يعني لما يسيطروا على امبراطورية الشياطين؟ بيقولوا طبعا الهدف ان هم يثيروا حرب في القارة، واول ما هيستيقظ ملك الشياطين هيوقظ عرق الشيطان، وساعتها هتتعرض القارة كلها للاحتلال. بيكون وي كل اللي بيفكر فيه هو نور. بيقولوا وي طيب في عندك اي حاجة عايز تحققها؟ بيرد عليه ايوه انا ليا ابنة في عاصمة مملكة دارو، ممكن تديها الحاجة دي وتطلب منها انها تسامحني؟ بيقول له وي ماشي انا هعمل لك اللي انت عايزه. بعد كده بيجي حد لتشان وبيقول له يا رئيس احنا خلصنا خلاص، بس البلد كلها اصبحت كالجحيم، احنا مش هنعرف نعيش هنا في المستقبل. بيقول لهم وي خلينا نهاجر من هنا ونلاقي اي مكان مناسب نستقر ونبدأ فيه من جديد، واشوف بقى انا هعمل ايه مع ملك الشياطين ده. وكلمة سر الفيديو ده بقى هي شيخ القرية. اكتبها لي تحت في الكومنتات علشان تطلع معايا الفيديو الجاي. عايزك بقى تدخل تبص على الحكاية دي لانها جامدة جدا برضو. ودول بقى اخواتي المنتسبين في القناة واللي بيدعموها. شكرا ليكم يا جدعان، والله مش عارف اقول لكم ايه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم اخوكم الملخص الفشيخ، ويلا تشاو.